كان بالي كذا يوم ما بنزلش على القهوه كده. المهم يعني معادي قام مكلمني يطمن عليا، وفي وسط الكلام قام قايل لي ايه رايك البنك المركزي المصري هيعمل ايه في الاجتماع بتاعه الجاي اللي هو يوم 28/8/2025. فانا في الفيديو ده بالتفصيل انا هتكلم عن توقعات اجتماع البنك المركزي المصري، هيعمل ايه في الاجتماع، ايه العوامل اللي هو هيشوفها ودي في الاخر هتخليه ياخد القرار اللي احنا هنتكلم عليه، وهل في شهادات بنكيه هتطلع جديده ولا لا. ده اللي احنا هنشوف مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في برنامج قهوه الاقتصاد، وانا معاكم مقدم البرنامج محمد العسال. لاول مره تتفرج على فيديوهاتنا استاذنك تعمل اشتراك في القناه، وفي كده علامه جرس تدوس عليها. علامه الجرس دي من الاخر عشان خاطر لو عملنا اي فيديو جديد يجي لك بيه نوتيفيكيشن او اشعار، وده عشان خاطر كل فيديو بنعمله فعلا بنحاول نفيدك ونقول لك ايه القرار اللي هيحصل، مثلا احسن شهاده، احسن حساب توفير، كل ده هتلاقيه موجود على قناتنا. تعالوا نشوف الحكايه من اولها. البنك المركزي المصري من ساعه ما بدا سياسه التجديد النقدي وهو رفع اسعار الفايده 19% من سنه 2022. طب ايه اللي حصل السنه دي؟ البنك المركزي المصري قلل سعر الفايده في اجتماعين. في اجتماع قلل فيه سعر الفايده 2.25%، والاجتماع اللي بعديه قلل سعر الفايده 1%. لكن هنلاقي ان في اجتماعين تانيين كان مثبت فيهم سعر الفايده. ويجي السؤال اللي هو محور حلقتنا النهارده، البنك المركزي المصري هيعمل ايه في الاجتماع الجاي؟ خلينا نتفق ان في عوامل القائمه على قرار البنك المركزي المصري او صانع القرار بيبص عليها، والعوامل دي هي دي بشكل كبير جدا هو اللي بيقرر هل هو هيثبت سعر الفايده ولا هو هينزلها. من اهم العوامل اللي موجوده هو معدل التضخم. محافظ البنك المركزي المصري كان طلع في تصريح سابق وقال ان هو مواجهته الاساسيه مع معدل التضخم، وطول ما معدل التضخم عالي طول ما هو هيفضل يعمل او يشتغل في سياسه التجديد النقدي. يعني هو مش بيبص على سعر الصرف او كده، وبيبص على التضخم او معدل ارتفاع الاسعار. طيب فنشوف مع بعض معدل التضخم السنوي ايه اللي حصل. معدل التضخم السنوي العام قل 13.9%، ده عن شهر يوليو، بعد ما كان زاد شويه في شهر يونيو 14.9%، يعني يعتبر قل 1%. بس هنلاقي ان التضخم الاساسي زاد بنسبه صغيره جدا. التضخم الاساسي زاد ب 11.6% بعد ما كان 11.4، وده نقدر نقول ان التضخم الاساسي ده اللي بيقيس عليه البنك المركزي المصري كل حاجه. بس من الاخر معدل التضخم في نزول. ليه؟ لان النهارده التضخم كان 38% ده في خريف 2023، ولقينا ان هو فضل ينزل لحد ما وصل ل 13.9%. هنا بقى صانع القرار بتاع البنك المركزي المصري يقول لك ما دام التضخم في اتجاه نزولي ونزل اخر شهر ووصل في معدلات اللي هي معدلات امنه اللي هي 13%، فنقدر نقول نقدر نقول ان احنا نقدر نسهل او نخفف سياسه التجديد النقدي. فالمفروض ننزل سعر الفايده. ليه؟ عشان خاطر في الاخر نزود النمو. طب نزود النمو ازاي؟ النهارده الشركات عايزه تقترض عشان توسع اعمالها، فلو لقوا فايده عاليه مش هيقترضوا، انما لو الفايده قليله هيقترضوا ويوسع اعماله، فده هيزود النشاط الاقتصادي. وده بالمناسبه اللي هو كان المستثمرين اشتكوا لما كانوا في اجتماع مع دوله رئيس مجلس الوزراء من كام شهر، وقالوا ان احنا مش عارفين نشتغل من الفايده اللي هي 30% و25% والارقام ديت. احنا لازم البنك المركزي المصري يبص على القطاع الخاص ويبتدي ينزل سعر الفايده عشان نعرف نشتغل. الحاجه الثانيه معانا هو معدل الفايده الحقيقي. تقول لي ايه ده؟ يعني ايه معدل الفايده الحقيقي؟ يعني نقدر نقول انت عايز تعرف انت بتاخد فايده كام بالظبط، بتشوف العائد المعلن اللي هو يعتبر 24% ناقص اللي هو التضخم الاساسي المعلن. الرقم اللي هيطلع هو ده الرقم اللي انت بتاخده حقيقي، او الفايده اللي انت بتاخدها حقيقي. يعني ما تجيش تقول لي مثلا انا رابط بشهاده 30% او 27% او 25%، في الاخر انت مش بتاخد 25%. فمعدل الفايده الحقيقي هنا موجب، بمعنى ان هو لو جينا طرحنا 24% ناقص معدل التضخم الاساسي 11.6 هنلاقي طالع كام؟ 12.4، وده كويس جدا. احنا بنتكلم في فترات سابقه كان بالسالب اصلا. فحتى لو حصل خفض هتفضل ادوات الدين لسه مغريه. الحاجه الثالثه برضه هنلاقي ان الوضع بقى مستقر دلوقتي شويه. يعني احنا بنتكلم على مثلا تحويلات المصريين في الخارج زادت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. هنلاقي ان صافي الاصول الاجنبيه بتاعه البنوك المصريه بقت بالموجب بعد ما كانت بالسالب. بعد ما كانت البنوك المصريه عندها عجز في السيوله الدولاريه وكانت مديونه لبنوك بره، دلوقتي بقى عندها بالفائض. كل ده حط العمله المصريه في وضع مريح نسبيا، وده خلى المستثمرين تثق اكتر في الاقتصاد المصري وتزود استثماراتها في ادوات الدين اللي زاد بشكل ملحوظ خلال الفتره اللي فاتت. وهنلاقي كمان هنلاقي ان هو سعر الجنيه عشان كده بيزيد قدام الدولار. فالعوامل دي بتقول لك ان الفايده المفروض تنزل. تعال نتكلم كمان على على الظروف العالميه. في واحد اسمه جيروم باول.
جيروم باول ده اللي هو ايه، رئيس الفدرالي الامريكي او محافظ البنك المركزي الامريكي. جيروم باول كان في جاكسون هول، كان بيعمل ايه؟ كان بيدي خطاب. المهم الخطاب ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا هنبتدي نلين شويه سياسه تجديد النقد، يعني بالبلدي احنا ممكن في احتماليه ان احنا نخفض سعر الفايده خلال الفتره اللي جايه. وده خدوا المستثمرين كلهم الاجانب ان هو ايه، والاسواق وكل الناس ديت، يعني قال لك ان ده كده بيلمح ان هو هيبتدي يخفض سعر الفايده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان البنك المركزي المصري لو نزل سعر الفايده، الفئه اللي بتقول لك ان هو كده ادوات الدين مش تبقى مغريه، لا، هو لو برضو الفايده نزلت في امريكا برضو هتفضل الفايده او ادوات الدين مغريه. فكده كل عامل بتقول لك ايه، البنك المركزي المصري المفروض ينزل سعر الفايده. بس خلي بالك، يعني انا مع الراي مثلا اللي هو ايه، المفروض ينزل سعر الفايده، بس في فريق بيقول لك لا، سعر الفايده مش هينزل خلال الاجتماع الجاي وهيحصل تثبيت. الفريق ده بيستند على ايه؟ الفريق ده اول حاجه قال لك ايه، ان في ارتفاعات جديده في شهر اكتوبر الجاي. هتقول لي ايه ده يا محمد، ارتفاعات ايه اللي بيقولوا عليها دي؟ هو الموضوع مش سر، هو الحكومه اعلنت ان هي المفروض هيزودوا سعر المحروقات في شهر 10 اللي هو سعر البنزين والسولر في شهر 10 الجاي، واحتمال يزيد سعر الكهرباء. لما الاسعار دي تزيد، اسعار الاكل وكل حاجه من السلع هتزيد، فلما ده يحصل هتلاقي ايه، هتلاقي التضخم هيزيد تاني. فهم شايفين البنك المركزي المصري المفروض يثبت سعر الفايده لحد ما يشوف التضخم هيوصل لكام. الحاجه الثانيه اللي هم برده معاها ان هم ايه، الحاجه اللي احنا قايلينها من شويه، موضوع ادوات الدين اللي هي اذون الخزانه او سندات الخزانه. هم شايفين ايه، شايفين قال لك لا، المفروض احنا دلوقتي بنعتمد بشكل كبير جدا على ادوات الدين دي والدولار اللي بيخش عن طريقها، فلو انت قللت الفايده ممكن ما تبقاش مغريه، فممكن ايه، مستثمرين يخرجوا منها. الحاجه الثالثه والاهم وهو التوترات الجيوسياسيه. خلي بالك الوضع برضو العالمي لسه مش مستقر. احنا شايفين ايه، يعني في كلام كتير ان خلاص ترامب بيهدي اللعب مع روسيا، وان هو خلاص هيبقى اوكرانيا المفروض الحرب دي هتنتهي مع روسيا والدنيا دي كلها. وفي نفس الوقت شايفين ان اسرائيل قاعده شغاله في تصعيد وضربها لليمن، واليمن اللي بتضرب عليها صواريخ، وايران اللي بتعمل مناورات. كل الحاجات دي بتقول ان ممكن يحصل ايه، ضرب تاني ما بين اسرائيل وايران، والموضوع ايه، يكبر في الشرق الاوسط. يعني في كلام كتير جدا يقول لك ايه، يقول لك خلي بالك هو ترامب اصلا بيهدي لعبه بقى اللي هي بتاعت روسيا والحته اللي فوق دي علشان يتفرغ للشرق الاوسط. فمن الاخر في ضبابيه في المشهد. فالفريق ده يقول لك ايه، يا عم ما دام في ضبابيه في المشهد ثبت الفايده. طيب ايه بقى تاثير القرار دوت على الشهادات والذهب خلال الفتره اللي جايه؟ ده اللي احنا هنشوف مع بعض الفيديو الجاي، واحنا ايه، بنحلل مع بعض قرار البنك المركزي المصري بالتفصيل، وهنشرح بالتفصيل القرار ده ليه طلع كده وايه تاثيره على الحياه الاقتصاديه في مصر. في النهايه هتابع ارائكم في التعليقات. هل شايفين ان البنك المركزي المصري بكل اللي احنا شرحناه ده هينزل سعر الفايده ولا هيثبتها؟ يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.